شوفي، أنا منين شفتك مع الزوالة اهم، و و و وبدا كيهدر، اهم، أحسن لك كدبت ولا قلت لا ما اهم، يمكن، اهم. عرفت ها يديرها ويتعداها، يديرها ويتعداها آه، هي عارفة اللي كاين، حيت ديجا خرجت له هضرة بلا ما يحس اهم. وصافي، من تما راه باين الشغل، كان طامع فيك. شيل الهم وأنتِ تخيلي باك صغيرة. تخيلي باك ما عندوش النفس، ما عندوش النفس بهذا المعنى. آه، كان راني غير فارطاها وساكتة، نعرف فين يشوفك وما تجيش النفس عليك، يشوف بنادم كعايرك ما تجيش النفس لا عليك. كاملين كتعرفاش تداري بكريشة الوقت اللي خرج وتهجم على الزروالي وقال له يا النتوي يا النصاب يا الفاشل. وهذاك الوقت قلت له تسنى الرد من الزروالي غادي يكون قاسي وخطير وفعلا وهذاك الشيء اللي كان. اعزائي عزاتي مشي لله شوف فيا بعين الرحمة وارحمني لله شوف فيا بعين الرحمة وصفقني تعالى لي بشان وهمة وصفقني تعالى لي بشان وهمة وفي العهد خليك صادق الكلمة وفي العهد خليك صادق الكلمة وابغيني نبغيك خليك بسنا يا نجمة. بابا راجل ديوتي ومفلس ما يهمو لا شرف ولا عرس، ما يعرف غير يغلق ويغمس، وقيلا قريب تمشي تاكل العدس. وانا لساني ما بغى يهنيني ما بغى يحبس. ندخلوا في الموضوع. الزرولي يعود من جديد وبتسجيل خطير. ومنين؟ من بنت بكريشة العاقة ديال امها. وهذا التسجيل ان البنت كتضرب في باها كما ضربات في امها. يا سبحان الله العظيم، شوف حتى البنت كتضرب في باها وكتضرب في امها في تسجيل صوتي بينها وبين ام الايتام. واشنو كتقول لها؟ وكتقول ان باها كان عينو على هاد المراه وراجلها كاين وحي. وهنا باش كتعرف ان هاد السيد خبيث الى اقصى درجه. لكن اليوم هاد التسجيل واللي هو شهاده من بنتك اللي كتقول لك ما كيهموش الشرف، واخا يوقع ليا اللي وقع، واخا يشوف اللي يشوف، ما تيهموش، كتهمو الفلوس والربح المادي. وهنا علاش قلنا هاد العائله ما مبنياش على المبدا، لان تيقول لك الناس ديال المبدا تيكونوا الناس ديال الاصاله. اليوم الزروالي كيرجع لك بقوه. علاش شكون اللي بهدلك في المحاكم؟ باش الزروالي. عقلتي نهار فاش كان هو في فرنسا وكنتي تهدد عليه وقلت ليك تسنى غادي يجي للمغرب والله لا دوزها لك ولا دوزها لك انا ما نبقاش في اليوتيوب. وهذاك الشيء اللي كان مرمدك غسلك غرقك في المحكمه. اليوم بنتك هاد العاقه دابا كتضرب في امها وكتقول ان فضحاتها وما ستراتهاش، وكتضرب في باها كتقول لك ديوتي وفي سايدي وكل شي يديرو وما كتهموش شي حاجه، ما كيهمو لا شرف واخا ما عطاش يشوفك، واخا يشوفك عريانه ما كتهميش. اذن اليوم كيتبين بالواضح ان حتى هاد الدريه عندها خلل، عندها خلل. اذا بالله عارفه انت باك ان كاع عنده هاد الاوصاف وفي هاد الاوصاف. علاش ضربتي في امك؟ الا كانت امك دافعت على الشرف ديالك وبغات تعرف شكون الفاعل الحقيقي، من حقها، لانها ام، والام هي اللي كتخاف على بنتها. وضربتي فيها وكيفاش عايشه مع هذا؟ واش عطيك الحريه ديري اللي بغيتي؟ ولكن ها انت طلعتي كتهضري فيه وتسجيل ما كانش على البال، ما كانش شي واحد كيتصورو. وعلاش قلت لكم الزروالي دائما كيجيب المفاجاه؟ لان هذا التسجيل نادر، ربما مازال عنده حوايج اخرى. عاد الله يستر، مع الله يحفظ. شوف هذا العجب اللي خرجوا فينا. شوفي انت واش درتي على البلا الاخرى الصغيره تا هي شي نهار تا هي تطردك شي قلبوله ثم مالكم. وباللي عارفه انت هذا الشيء
سدي فمك. واشنو دابا؟ وراه خاصك تمشي تصالحي مع امك الا كان باك بحالك، راه يمكن يدير اي حاجه. راه هنا فين تنقولوا دخلنا الشك في قضيه الاغتصاب، وان الام سعاد كتقول لك انت، ورزينو كتقول انت، والشاهده هاربه. انت غادي تحول انت تعيا، وما كاينش اللي غادي يجيب لك زنافك اللارض قد الزروالي، وما كاينش اللي غادي يطحن لك القنوات قد الخزان. دابا غادي تلاقاو عليك بجوج، غادي يمحطوك، شي غادي يساليو معاك، شي ديك الاحلام اللي كنتي كتعيش وداك الشيء كلشي دابا غادي ينقلب عليك بحال قلوش. انت غادي تولي تعيش غير في الكآبة. عرفتي علاش؟ لان داكشي اللي درتي محرم الله سبحانه وتعالى. وحنا شفنا كيفاش كنتي كتشد اللقطات مع بناتك للإثارة، للتسويق، البيع والشراء. نعم، لعنة الله عليكم جميعا كاع اللي كيدير بحال هاد المسائل. لأن من العيب والعار أننا تربينا على الأصالة، على الحشمة، على الصدق، على الوفاء، على المحبة. لكن شوف كيفاش تحولنا. عندنا راجل تيخدم بناتو ويقدر يدير أي حاجة، لأن هادي بنتو اليوم كتشهد فيه. شهادة ماشي من عندي أنايا ولا من عند الزروالي ولكن هادي بنتو، ومعهم كتهضر مع أم الأيتام، وأن راجلها في الحياة هو طامع فيها عاد باللي مات. يا سبحان الله. وهنا كيتأكد الكلام اللي قال الزروالي كامل، وأنه وكان الهدف ديالو أنه يتزوج بها ويركن تاني هذيك روزينو العنصرية. أنت استغلالي. واش على السعاد كرهاتو وملاتو؟ لأن حينو كانت زايغة وعارفة. إلا كان فعلا هادشي اللي قالت سعاد أن بنتو موقراش عاد غادي يوقر واحد آخر، ثم عقولوا لي دابا ورا التسطيح هي هادي، الهبال هي هادي، القضاء ما دار له والو مخليه. هذا هو المشكل. راه بحال هادو اللي بغينا القضاء يحكم عليهم أقصى العقوبات، لأنهم إفساد المجتمع، ولا فسد المجتمع فسدات الدولة. إذن هنا الدور ديال الدولة فينا هو، الدور ديال المجتمع فينا هو. إلا كنا حنا صحاب القنوات لا اللي كيجيبوا لنا المصدر أو كيجيبوا لنا الأوديوهات أو كيجيبوا لنا التسجيلات، ولا القنوات اللي كتنور الرأي العام في هاد المواضيع وهاد القضايا، إلا ما اتحدناش كاملين باش غادي نقضيو على هاد الظاهرة؟ راه هذا هو السؤال المطروح اليوم. كيف نتحد لمواجهة هاد الناس أصحاب العري، أصحاب الفساد، قلة الحياء؟ كيفاش غادي نواجهوه على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا اليوتيوب؟ راه ما يمكنش غادي تستمر هاد المهازل من أجل الربح ندير أي حاجة. لا، راه خاص يكون ضوابط. ولا بغيت تخدم على راسك خدم بالنقي وبالصحيح، وخليها على الله، خليها على الله. مرة كاين مرة ما كاينش. واش حنا متنا دابا؟ ما درنا والو، ولكن ما كنضحكوش على الناس، ما كنديروش المسائل المحرمة واللي عيب واللي عار، ما كنديروهاش. كنديرو الواقع وداك الشيء اللي كاين. مع الأسف
مع الاسف فئه كبيره كتمشي معاهم. وهنا السؤال تيبقى مطروح، واش هاد الناس ما عندهمش عائلات، ما عندهمش بنات، ما عندهمش ما كاين اصاله، ما كاين مبدا، ما كاين، راه هذا هو السؤال المطروح. خليونا من العاطفه، العاطفه قتاله، العاطفه قتاله، العاطفه كطيح في المصايب. راه العاطفه كتركب لكم الامراض وكتوليو مراد وما تقدروش تستغناو على هذاك السيد او هذيك السيده. بحال قيلوش دابا متهم بجريمه قتل وشكون مراته ميته بالسم، وكيدعموه وكيصيفطوا ليه فلوس المحامي. صيفطوا لنا شي حاجه، تعاونتوا معنا العيد هذا، كلامك ما مزيانش. انت كتبغي المعقول، كتبغي الصدق، ما صالحش. حنا بغينا واحد اللي كذب علينا، وواحد اللي نافقنا، وبهكذا يدير لنا عمليه ابتزاز بواحد السهوله لا تتصور. ومن بعد خرج التهم وهو شد اش بقى ما اتهم، حتى ولينا كنا متهمين. والله يهدينا ويهديكم، والله يهدينا ويهديكم علينا وعلى نفوسكم، واتبعوا صحاب الصدق واتبعوا المعقول. الا بغينا نكونوا بصح مغاربه ديال الصح. تحيه للفريق الوطني واللي هو انتصر على الفريق الجزائري ب3-0، واللي هذه المقابله ما خلاو ما داروا الاخوه الجزائريين نعزهم، ولكن مع الاسف ما خلاو ما داروا، شحنوا هذوك الدراري الصغار، داوهم للجوامع، داوهم للزوايا، داوهم للمساجد، داوهم للتكانات العسكريه، وخسروا ب3-0. كثروا عليهم الضغط حقاش لاعبين مع المروك، حقاش المروك واحد ليهم هنا، وغادي يبقى واحد دائما ليكم هنايا، لانكم تنتوما منافقين وباش صادقين وطماعه اكثر من هادو اصحاب اليوتيوب. سيادي احلى تعظيم سلام.